إخواني أخواتي، تحياتي لكم جميعا دائما أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحية خالصة من عند أخوكم عبد الكريم التحماني. كنحييكم ونهاركم مبارك سعيد وتبارك الله عليكم وعواشركم مبروكة وتصوموا وتعاودوا إن شاء الله بالصحيحة والسلامة وباش ما كتمناو. الخبر اللي جبنا لكم اليوم الإخوان والأخوات، الخبر موثوق من عند صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونطلبوا ليه من هذا المنبر الشفاء العاجل إن شاء الله بحول الله. وتحياتي دائما للأسرة العلوية. على كل حال، الخبر اللي هو الإخوان على عيد الأضحى، عيد الأضحى اللي كيلغيه صاحب الجلالة هذا العام، هذا العام اللي هو العام على ما أظن العام الرابع اللي كيتلغى فيه العيد ديال الأضحى. بالنسبة لهذا الإلغاء في الحقيقة جاء في وقته لعدة اعتبارات. أولا، القدرة الشرائية ديال المواطن ما في استطاعتوش باش يشري العيد بهاد الأثمنة اللي راها كتروج دابا، ما في استطاعتوش. والناس مساكن راكم عارفين، الناس ضعفاء والله يرحم ضعفنا كاملين. الناس ضعفاء وعندهم وليدات وعندهم هذا، ما يمكنش ما يعيدش، وكينوض كيتقطع وكيتسلف ويتكلف باش يعيد باش يفرح وليداته. الوليدات كيفرحوا، والاب اللي كيبقى يسوفري مسكين واحد المده طويله باش كيخلص داكشي اللي تسلف. على كل حال، هذه فرصه جات من عند سيدنا الله ينصرو، يعني بحال اللي حل واحد الباب على المواطن الضعيف، اللي في الحقيقه تحيه كبيره وتحيه يعني من اعماق القلب لصاحب الجلاله، الله ينصره والله يشافيه ويعافيه. هذه قلنا بالنسبه لهذه القدره الشرائيه ديال المواطن، ما يعني ما كيكلف على نفسه بزاف. عفوا، كيكلف وكيتعذب بزاف. يعني جات هذه الفرصه هذه اللي يعني ما غاديش يعيد، وغادي يلقى واحد السبه علاش كيقول لوليدات بان راه سيدنا نصره الله كيقول لك العيد يعني راه ما كاينش هذا العام. يعني عنده باش يهضر مع وليداتو وعنده باش يقول، وما غيشوفوش الناس كيذبحوا، يعني غادي تكون مزيانه للجميع. النقطه الثانيه اللي هي بالنسبه لهاد الاضاحي اللي كيذبحوا ما كافيينش، ولهذا يعني قله ديال الاضاحي، يعني الطلب كتير والعرض قليل. ما غاديش يعني الناس ملي كيشوفوا الطلب كتير كيزيدوا في الاثمنه. الور ملي كيزيد تطلع بزاف، ونرجعوا للنقطه الاولى اللي هي بنادم ما يقدرش يشريه وكيجلس كيتعذب. دابا العرض قليل، ونتمنى ان شاء الله بهاد المناسبه اللي ما غيكونش العيد غادي تكثر ان شاء الله، الماشيه غادي تكثر، وهاد الحواله اللي ما يذبحوش دابا ان شاء الله غادي يتزادوا السنه المقبله ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله بحول الله الناس تطبق هذا القانون هذا وما يذبحوش، لان دابا كاين الناس اللي غادي يذبحوا مخبيين. كنتمنى ان شاء الله يسمعوا الكلام، صافي العيد ما كاينش راه ما كاينش،
باش ماشي شي يذبح وشي كيشوف حشومه. المهم الاخوان اللي بغيت نوصل لكم بان الحمد لله على هذا القرار اللي خرج به سيدنا الله ينصرو. خرج به قرار في الحقيقه يعني في محله، جا في محله في وقته. ونطلبوا الله يكون الاصغاء ونسمعوا الكلام، وحتى واحد ما يعيد ما يجبد مشاكل. في الحقيقه انا بالنسبه ليا فرحت، والله الا فرحت. علاش؟ لان كنفكروا الناس بزاف، وكنشوفوا حنايا دابا كنعيشوا في الاسواق، وكنعيشوا يعني في الاحياء، كنشوفوا الناس اللي مساكن محتاجين ما عندهمش، وكاين اللي كيتزاير مسكين وكيجيب عيبط الله، كيجيب واحد غير يعني واحد الخريف ولا خريفه قد القطيط، يعني ما دايش حتى الذبيحه، وكيذبحوا علاش؟ باش يبين لوليداتو بانه راه ذبح. ولهذا كنطلب من جميع المواطنين في المغرب كامل، الا غيذبح شي حاجه ولا هادي راه كان ساكن بوحدو في شي بلاصه خلا، وكنتمنى ما تكونش هاد الفكره هادي، ما تكونش صافي، حيت قرار خرج صافي لا رجعه فيه. ما نوليوش نديرو شي حوايج ماشي هما هادوك. خليونا ما نذبحوش الاخوان كاملين، ونديرو اليد في اليد، ونخليو ان شاء الله تكثر المشيه، والمواطن الفقير والضعيف يرتاح شويه. راه شحال من واحد دابا اقسم لكم بالله العظيم، وكنعرفوهم عز المعرفه، الا راه دابا بحال نزلت عليه واحد السكينه، واحد الفرحه ما نقول لكمش. راه فرحان وبزاف عاد. خليو داك الانسان فرحان مسكين، ويفرح وليداتو حتى هما. وتبارك الله عليكم. هذيك اسمحوا لي واحد النقطه، هذيك الفلوس اللي كان غادي يشري بها العيد، يعني ما غيتسلف ما والو، حاطها شي شويه غادي يهزها ويكسي بها وليداتو ويفرحهم، ولا ناقصه شي حاجه يزيدها في دارو ويزيدها لوليداتو. تبارك الله عليكم. تحياتي لكم بلا ما نطول الاخوان. الميساج كنظن راه وصل، ونهاركم مبارك سعيد، وعواشركم مبروكه من جديد. وتحياتي لكم جميعا اينما كنتم، دائما داخل الوطن وخارج الوطن. اخواني الجاليه المغربيه تحياتي. تبارك الله عليكم. من اخوكم عبد الكريم التحماني. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك سعيد.